رأيي يعني لو الدنيا اتكركبت سيبنا مواعين على الرخامة، سيبنا العيال تحدف زي ما هي عايزة، كركبنا كده مواعين في الحوض. ايه اللي هيجرى يعني؟ هيجرى ان تاني يوم هتقومي على طول تشوفي اللي وراكي ايه، وتعرفيش تطبخي الا لما تسوي المطبخ، وبعد كده تقولي ما عدتش اعملها تاني ابدا. فاحنا الواحد ما بيتعلمش بالسهل. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل كده ما نبدأ الفيديو النهارده اللي كله نشاط وحيوية، نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي كده كلكم في التعليقات، وتعالوا نشوف النهارده يومنا ماشي ازاي. انا لو هقولك النهارده اكيد النهارده فيديو يعني انك تندمي انك تسيبي مواعين في المطبخ. المهم زي ما انتم شايفين كده المطبخ كان مكركب، ما غسلتش المواعين بالليل زي ما انا متعوده. فما بعمل كده يوم او اتنين لا بضطر بعد كده ان انا التزم، علشان بيبقى مودي وحش ده تاني يوم. يعني تاني يوم ما بكون سايبه مواعين في الحوض زي ما انتم شايفين بالشكل ده، لا لازم بعد كده بقى اربي نفسي واعلم نفسي اني ما اقعدش اعملها تاني ابدا، لاني ببقى متاخره وببقى بجري ورا نفسي في كل حاجه. فاقول لنفسي اوعي يا بت تقعدي تعمليها تاني. اما بقوم الصبح حتى لو انا متاخره على الطبيخ، لكن الدنيا بتكون هاديه فهدخل هطبخ، مش هيجرى حاجه اكتر من كده. يعني لا في مواعين في الحوض ولا في اي حاجه دربكه، والرخامات نظيفه والدنيا حواليا نظيفه، فهندخل طبيخ بس. والطبيخ امره بسيط وسهل خالص. انا يعني حتى لو هطبخ اكله ايه بتبقى بسيطه وسهله مادام الدنيا تمام. لكن لسه بقى هنغسل مواعين وننظف مطبخ، هو ده اللي بيأخرنا كتير، وبياخد كمان من مجهودنا، وبياخد ما بيبقاش اصلك عندي طاقه، ما بيبقاش عندك طاقه انك تدخلي تعملي حاجه. خلاص هو منظر يسد النفس فتفضلي قاعده. اما شوفي كده لو مواعينك مترتبه ومطبخك زي الفل وبوتاجازك مترتب كده ومتشطب، ما تقلقوش. الميه اللي على العبادي كلها من الحنفيه. انا نفسي اغير الحنفيه دي، بس الراجل اللي بيغير لنا الحنفيات اللي هو الراجل صاحب البيت مش راضي يعمل حاجه. فالله المستعان، ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي ان ربنا يسهل عليا، لان الحنفيه دي بتنطر ميه. بس مش مشكله في الصيف على فكره، اما في الشتاء بيبقى الموضوع صعب جدا، يعني بيبقى حاجه صعبه قوي. المهم يا ولاد قلت بقى اخد بس كده البوتاجاز غسله على السريع. انا عايزه اغير كل فين البوتاجاز، كل حاجه في البوتاجاز ده عايزه تتغير. بس محتاجه كده نص كارد من البنك، مش كارد كامل لان الموضوع مش كبير قوي. بس برضو محتاجه ان انا ارتب لها زي اي واحده ست لازم ترتب لكل حاجه. يعني انا مثلا عايزه اغير الفوين، بكون عامله حاجه كده او كوبايه، عندي كوبايات الحقيقه مش حصالات. الكوبايه ديت هنغير الفوين بس لما يبقى يعني المبلغ يجهز بتاعه، فخلاص بتبقى جاهزه وبروح اغيرها. مثلا عايزه اجيب اطباق للمطبخ او عايزه اغير حاجه في المطبخ، فبعمل الكوبايه ديت ان ايه، هشيل حاجه من مصروف البيت، هشيل حاجه على جنب كل فتره لغايه باذن الله ما المها وابدا اني اعمل الحاجه دي او اجيب اللي انا نفسي فيه. انا الحقيقه بمشي على كده على طول، ويمكن اقعد شويه كتير وتيجي حاجه تاخد الفلوس اللي انا لميتها، بس باذن الله كل حاجه تتعمل. انا النهارده بعد ما رتبت المطبخ كده زي ما انتم شايفين وما خليتش فيه اي حاجه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، بعت جبت ايه، بعت جبت نص كيلو لحمه، وبعت جبت كيسين مكرونه. كيسين المكرونه بيكونوا كتير علينا والكيس قليل، فبعمل على طول كيس ونص. يعني انا المره دي جايبه كيسين، المره الجايه اجيب كيس واحد، فاهميني؟ والنص بيكون في الضلفه معيون. فانا اصلا يعني احنا كل شغل بيتنا او كل حاجه يعني ما بنجيبش بقى مشتريات شهر ومش عارفه ايه، لا حاجه حاجه. عمتي بقى بعتت لي، عمتي بعتت لي شويه السمنه دول وشويه نشا، وبعتت لي الكنافه دي وقالت لي اعمليها لي. فاحنا النهارده هنعمل لها كنافه وهنعمل مكرونه. فصلى على النبي كده ونشوف يومنا ماشي ازاي. حطيت الاول كده الميه كده للمكرونه علشان تتسلق، ورحت على الكب على طول. قلت اما اعمل إيه بصلتين كده كبار، البصلايه وقعت مني هروح اجيبها واروح اغسلها على الحوض واروح احطها. كان فيها عفريت يا جماعه، راكبها العصب. المهم كده اروح اضرب كده البصل ده في الكبه وانعمه جدا. وكمان انا مش هاخد نص كيلو لحمه المفرومه دي كلها مره واحده، لا انا ست مدبره وست بعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا كده. فايه، فالنص كيلو لحمه ده انا هاخد منه شويه صغيرين. شوفوا انا خدت، مش هقول لكم خدت ربع كيلو، لا انا ضربت بصل كتير وخدت يجي 200 جرام تمام. فسبت 300 جرام لحمه. هتقولي لي هتعملي كل ده عملت كل ده ب 200 جرام وكانت زي الفل، وكانت لحمتها كتير وكانت زي العسل وطعمها كان خطير تمام.
فانا اصلا انا بحط ايدي في الحاجه بتحلو يعني. خدوا بالكم من الحاجه اللي انا بقول لكم عليها دي. فالمهم كده ضربت البصلتين كده في قلب الكبه، وهحط عليهم 200 جرام من اللحمه، وال300 جرام التانيين باذن الله نعمل بيها وصفه تانية او نسيبها في التلاجة لحين جاي اشعار اخر، يعني لحين هيجي في دماغي اي اكله تانية، نعمل بقى كفته، نعمل حاجه تانية بيها، هنعمل جلاش، هنعمل اي حاجه تانية بيها، فتكون هي موجوده لغايه ما نشوف هنعمل ايه المره الجايه. فهي اللحمه دي كده هتتاخد معايا اكلتين. النص كيلو اللي احنا جبناه جايباه ب120 جنيه، هياخد معايا اكلتين. ده توفير يا جماعه. الست المصريه، الستات المصريه جدعات فبيعملوا كده كتير. هحط بقى على اللحمه بس شويه بابريكا وشويه سبع بهارات. سبع بهارات بتبقى جميله قوي مع اي حاجه فيها لحوم. وشويه ملح بس، فقط لا غير. ما تبلش اللحمه باكتر من كده. هحط بس بتاعه صلصه من الجاهزه، لاني ما كانش عندي صلصه في قلب التلاجة وبس. وهزود عليها شويه ميه لان الصلصه الجاهزه دي بتبقى تقيله قوي. يعني شويه ميه قد ايه مثلا؟ ربع كوبايه، ما بحبش كتير يعني. مش عشان اللحمه تستوي، بس عشان الصلصه تقيله بس، مش اكتر من كده. ما بحبش انا اصلا، ما بحطش عشان تبقى فيها صوص وكده، فاهميني؟ المهم كده عملت اللي انا بقول لكم عليه ده، وخلصت كده اللحمه المفرومه، وهنعمل البشاميل على طول. انا هنا كنت مولعه عين تعمل احط عليها المكرونه، وحطيت عين تانية احط على عملت اللحمه على طول، ونفس الحكايه هبدا اعمل البشاميل على نفس العين. وكده كده كنت عايزه اخلص بسرعه. انا على فكره المكرونه سهله بسيطه جدا يعني. انا بالنسبه لي دي على عين ودي على عين ودي على عين، وبتخلص كلها في نفس الوقت، وتحطها في قلب الفرن وبتكون خلصانه. وكمان مواعينها بعد كده ما يبقاش كتير، مش بتغرفي كام صنف وكام طبق جنب الصينيه، وما يبقاش فيه مواعين ولا اي حاجه، والدنيا بتبقى تمام. انا اللحمه بتاعتي كده خلاص. هحط بقى حله علشان نعمل البشاميل. انا باذن الله المره الجايه هنجرب معاكم البشاميل اللي على البارد، لكن المره دي انا هعمله زي ما بعمله على طول. بس مش عارفه تجربتي على البارد، انا هعملها عشان خاطركم، وعشان اقول لكم تجربه حلوه، وان على طول نعمل البشاميل اللي على البارد ولا لا. يعني بجرب عشان خاطركم. حطيت كده معلقتين 3 كده من السمنه زي ما بتحبوا، وبعد كده هحط عليهم معلقتين برضو 3 من الدقيق، وهبدا اني احمص الدقيق، بس هعدي النار خالص على نار هاديه. وانتوا بتعملوا البشاميل اعملوه على طول في الالمونيا، ما بيلزقش وما بيعملش من تحت. ما تعمليش في حاجه صاج او في حاجه ستانلس علشان ما يعملكيش قشر كده، او يحرق لك الدقيق من تحت. هعمل بقى زي ما انتم شايفين البشاميل ب3 معالق من الدقيق كده، وبحب يكون خفيف فبحط 3 معالق من الدقيق. هم 3 معالق كبار بس 3 معالق بس، ما بكترش عن كده. لاني مش بحب كميه الدقيق تكون كتيره. فايه فهيبقى تقيل معاكي بعد كده قوي. انا بحب اصلا البشاميل يكون جوسي. وكمان مع الدقيق ده، انا لو كان عندي لبن بودر حقيقه كنت حطيت كمان معلقتين من اللبن البودر، بس بعد ما احط اللبن اللي احنا هنستخدمه. يعني بعد ما تحطي اللبن حطي اللبن البودر، لان اللبن البودر ما بيستحملش نار وهيغير معاكي وهيدي معاكي لون غريب. تمام. انا هنا اصلا افتكرت ان انا اصلا ما طلعتش اللبن من الفريزر. ازاي انت هتعملي بشاميل وما طلعتيش اللبن؟ فحطيت اللبن على النار زي ما انتم شايفين، وبقى اللي يسيح من قلب اللبانه كده شايفينها دي، بدأت اني اضيفها للحلة لغاية ما حطيت كيلو من اللبن، يمكن كيلو وربع من اللبن، على كمية البشاميل اللي هو 3 معالق من الدقيق، لان بحب البشاميل يكون كتير جدا في قلب الصينية. وكمان زودت لهم معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وده ظبطوا الطعم قوي. حتى لو انا مش عندي لبن بودر، بس لو عندي لبن بودر بيخلي برضو الطعم البشاميل حلو قوي. لبن البودر حطيت كريم شانتيه، كل ده بيديكي تطعيمة للبشاميل ذات نفسها. حتى لو هتضيفي جبنه كيري او جبنه كريمي او كده، فبرضه بتدي طعم حلو للبشاميل. جربي ومش هتندمي، يعني هتاكلي بشاميل جميل. المهم كده زي ما انتم شايفين، انا مش بحب اني اسيبه بقى يتقل كتير ولا الكلام ده كله، لاني لسه هندخل الصينيه دي الفرن. وانا زي ما قلت لكم بحبها جوسي، مش بحبها مكتومه او في بعضها او كده. المهم كده حطيت كده كام كبشه كده في تحت كده على الكل اللي تحت، وغطيته كله بالبشاميل، ما خليتش فيه اي حاجه اهو، عشان تبقى البشاميل بتاعها كتير كده وحلو. كل الطبق اللي تحت خدت بشاميل كويس قوي. هحط بقى العصاج اللي احنا عصجناه كده في النص، وممكن تقلبه كله في بعضه. انا برضو بحب عادي ان اقلب كل حاجه في بعضها، بتكون حلوه قوي وخطيره. انا هنا مش بعلمك ازاي تعملي البشاميل ولا اي حاجه، انا عارفاكم ستات شاطرين قوي 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 ما شاء الله عليكم، وانتي ستي جدعه وشاطره. بس انا النهارده انجزت كل اللي ورايا، وبقول لك اليوم بتاعي كان ماشي ازاي او يومي عامل ازاي.
وصلتي هنا معايا للفيديو ما تغطيش لايك يا ست الكل، لا 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 كده انا زعلانه منك. هجيب لك مالك يقول لك يا جدعان اضغطوا لايك يا جدعان. فانت كده خليكي من الجدعان وانزلي كده اشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش او ما شرفتليش باشتراك، انزلي كده شويه بس وبصي. اشتركتي في القناه تمام، ما اشتركتيش فضلا وليس امرا كده اشتركي في القناه كده وشرفينا كده بيكي، وشرفينا بكومنت حلو عشان نعرفك فيه. وتسلموا لي قوي. مالك بيخبط، تعالي نفتح لي مالك ونشوف هنعمل ايه. حطيت بقى كل كميه الايه المكرونه على الوش. ايه يا مال؟ خمسة جنيه بتاعت ايه؟ انا بس خمسة جنيه ايه؟ واخد وقعه جامده بالعجله، فوشه ده بشفايفه ورمه. تعالى اقول لهم هاتي 5 جنيه يا جدعان. انت عايزه 5 جنيه؟ انا عايزه اعرف ان انت واخد من نص ساعه بس 5 جنيه. هو انا اجيب لك كل نص ساعه 5 جنيه منين يا مال؟ عايز 5 جنيه؟ ماشي هديله 5 جنيه ونرجع لكم. 5 جنيه عشان يحل من على قفانا ونعرف نكمل تسجيل الفيديو لانه مش هيسيبني. المهم ان اصلا كل شويه يقول لي عايز 5 جنيه، ولسه دي مش اخر 5 في اليوم. شويه كده يقول لي 5 جنيه. يمكن مالك اكتر حد فيهم متدلع وبياخد فلوس كده على مزاجه وبمزاجه كده، وانا بديله خلاص عشان يسكت، لانه لو فتح في العياط عارفين بقى السرينه اللي ما بتقفلش دي هو كده بالظبط. والحقيقه زي ما بقول لكم هو واقع اصلا بالعجله، فدقنته بسنانه وبالشفه اللي فوق كل ده وارم كده ومتعور. فيلا الحمد لله الحمد لله اني جت على كده. احمدك يا رب والله العظيم ربنا نجاه. كانت وقعه صعبه قوي لانه عايز يركب العجله وعايز يعمل زي العيال الكبار وهو صغير، فوقع وقعه جامده يعني على الاسفلت. الحمد لله الاسفلت اللي قدام بيتنا يعني الصبه فاهميني. فالحمد لله. فالمهم بقى دلوقتي بقول له مين اللي قال لك هات 5 جنيه ما انت لسه واخد؟ يقول لي بودي اللي قايل لي. هم العيال الكبار مش معوداهم ياخدوا الا مصروف واحد في اليوم، يعني احنا محددين مصروف وهما بياخدوا مصروفهم وخلاص. اما الصغيرين ما بقدرش احدد لسه مصروف، مفيش الكلام ده عندنا، مفيش حاجه اسمها عندنا مصروف يا ماما، كل ما هعوز هاخد. يلا ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم ويخلي لكم اولادكم يا رب ويبارك لكم فيهم اللهم امين. فشوفوا بقى انا خلصت كده المكرونه وحطيت البشاميل. شايفين البشاميل عسل ازاي؟ كان عندي بقى شويه جبنه كده فحطهم على الوش. تقدري تدخليها من غير اي حاجه خالص، هي ذات نفسها تعمل وش كده وخلاص. بس انا كان عندي الجبنه ديت فقلت اخلص ايه منها، يعني كانوا شويه صغيرين يعني مش مستاهلين يتعمل بهم اي حاجه في اي حاجه. فقمت حطاهم على الوش كده ودخلتها بقى الفرن وطلعت بالشكل العسل ده. شوفوا بقى انا عندي العيال كلها بتحب المكرونه دي، كل العيال تعرفين. شوفوا حتى رضا الصغير مالك العيال الكبار كل العيال بتحب المكرونه ديت، وهي بتتغرف كده في الاطباق وتبقى حلوه جدا. اول ما طلعت شايفين ان انا بوريكم قد ايه جوسي وقد ايه جميل. مش مهم عندي على فكره ان هي تطلع خرطه بخرطوطه، بس هي لو بردت بتطلع عادي الخرطه بخرطوطه وبتبقى جميله. بس هي هنا كانت سخنه لسه طالعه موحوحه من الفرن، وغرفت بقى العيال كانت عايزه تاكل فغرفت الكريم طبق. وكل بقى اللي بيجي ياكل حتى لو انا مشغوله بحاجه تانية هنغرف طبق وهنقعد ناكل المكرونه بتاعتنا وخلاص. يعني احنا قضيناها اليوم ده كده لاني الحقيقه ما تلمناش على اكل، ودي حاجه ما بحبهاش. يعني انا احب العيال خلاص في ميعاد للاكل نتلم على الاكل، دي كده من الحاجات الاسريه اللي احنا اصلا شفناها زمان. يعني احنا كان لينا في بيت امي ميعاد للاكل فكنا نتلم على الاكل. ميعاد الصلاة كنا كلنا نقف نصلي، ميعاد مش عارفة فكان كل حاجة بميعاد كده. في نوم خلاص في نوم، التلفزيون يتقفل وما عادش حاجة هتتفتح. في امتحانات مفيش تلفزيون كده. كان في كده حاجات كده بنقدر ايه امهاتنا زمان كانت تمشيها علينا، والحمد لله والشكر لله. الى حد ما ان احنا نجحنا في التعليم ونجحنا في كل حاجة. انت بقى تمشي ازاي على الاجيال اللي احنا فيها ديت؟ لان الاجيال في مجال لعبة اكتر، في يا ماما عايزين نتفسح، في مش ما كانش في الكلام ده قبلنا. ولا كنا بنقول له ماما احنا عايزين نطلع مصيف ولا عايزين نتفسح ولا مش عارفه ايه. جت الفسحه ديت واحنا ما نعرفش عنها حاجه تمام. ما جاتش ما كانش في خروج كتير زي الايام ديت ولا الهيصه اللي عيالنا فيها. دول العيال متدلعه ربنا يهديهم يا رب. تعال بقى ناخد الكنافه اللي احنا عملناها ديت. الكنافه ديت انا كنت هعملها مع المكرونه على طول، بس بقى عمتي قالت لي لا ما تعملهاش دلوقتي اعمليها المغرب، لان ايه عايزاها المغرب. كانت الزهره توديها لحد او حاجه والله ما انا عارفه. المهم يا اولاد انا حطيتها في الفريزر عشان فركتها بالنسبه لي تبقى بسيطه وسهله. يعني الكنافه احنا حطيتها في الفريزر تطلعوها تفركيها ولا احسن كبه، ولا تقعدي تقطعي فيها وتنتش فيها ولا الكلام ده كله. فانا حطيتها في الفريزر لغايه المغرب وبدات اني اعملها كده معاكم بعد ما اتغدينا كده وبراحتنا. قلت خلاص انا مش مستعجله. كنت بقى شلت بقى كان عندي كوبايه من اللبن،
حطيت عليها كوبايه ونص كده من اللبن، مش كوبايه بس، حطيت عليها برضو كوبايه ونص من الميه، وحطيت عليهم 3 معالق كبار من النشا، قلبتهم على البارد وحطيتهم على النار وعملت النشا دي وسبتها تبرد براحتها خالص. وبرضو عملت شربات الكنافه علشان يبرد، وعباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين كاملين من السكر، عليهم كوبايتين من الميه، وسبتهم يغلوا على النار. ولو في عسل كلوكوز انا حطيت لهم معلقه من العسل الكلوكوز لان هي كانت اخر حاجه عندي، ولو في تاني بقى حطي معلقتين من العسل الكلوكوز. وكمان لو انت بتحبي الحاجه حلوه سكرها مظبوط، كوبايتين الكنافه دول، كوبايتين السكر دول هيبقوا على نص كيلو كنافه، حلو جدا. لو انت بتحبي الحاجه مسكره شويه خليهم كوبايتين ونص من الكنافه، عليهم كوبايتين ونص من الميه، وده المقدار المظبوط لنص كيلو كنافه. نص كيلو كنافه دول بياخدوا كوبايه ونص من السمنه، كنافه يعني سمنه، مش هياخدوا حاجه بسيطه، لا هياخدوا كوبايه ونص من السمنه مع الدهنه الخفيف. ممكن تشيلوا منهم الدهنه الخفيفه اللي تديناها في نص الصينيه في اخر الصينيه بس. يعني كل الكنافه كلها بتاخد كوبايه ونص من السمنه. حطيت الكوبايه ونص من السمنه، هبدا افرك كده. عارفه يعني ايه تبسي قرص؟ بالظبط، ايوه. عاملي الكنافه اكنك هتبسي دقيق وقرص كده بالشكل اللي انت شايفاه ده ما يخليش الكنافه معاكي تكلكع او حته تاخد سمنه اكتر من حته. اعمليها كلها بنفس الشكل. لو عملتها كده كل الكنافه اللي معاكي هتكون مفرفطه وتكون شاربه السمنه كويس قوي. انت عارفه الحركه اللي انا بعملها دي بتغلغل السمنه في قلب الكنافه، فمش بتخلي حته شاربه اكتر من حته، حته مكلكعه معاكي بعد كده ولا اي حاجه. دهنت كمان زي ما انتم شايفين، ده خلاص ما عادش عندي سمنه الا شويه دول هما اللي فضلوا. هحط كده بقى زي ما انتم شايفين دهنه حلوه محترمه سمنه، وابدا اقسم كده الكنافه معايا، واحط اول طبقه من تحت طبقه محترمه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا قسمتهم كده بالعين او بالطبق كده، وببدا اني احط الكنافه بتاعتي بالشكل ده كده، وابدا اني اعمل. بعمل النص كيلو كنافه في صينيه 30 32 35، او الصينيه الكبيره المستطيله دي. الصينيه الكبيره المستطيله بحط فيها نص كيلو كنافه. تمام. الكنافه دي كمان عليها معلقه كبيره من السكر، لان نسيت اقول لكم الكنافه انا بحط عليها السكر بالذات للكنافه اللي بتكون بالمهلبيه او بتكون بالقشطه. ليه بقى؟ عشان تقرمش للطبقه اللي تحت واللي فوق، والقشطه ذات نفسها ما تطرهاش، يعني ما تبقاش طريه قوي، يعني ما تطرش الكنافه قوي. عايزين نحس بحاجه مقرمشه من فوق ومن تحت، وقرمشتها تكون خفيفه، وبيدي لون موحد للكنافه السكر، وبيخليها لونها حلو جدا. يعني هو فايدتين اتنين في واحد، هيديكوا لون حلو ويخلي لكم الكنافه دي اطول وقت مقرمشه وحلوه. تمام. اما الكنافه اللي بالمكسرات ما بحطش فيها معلقه السكر دي، لان بتكون تكنيك تاني وشربات تاني وكل حاجه. الكنافه دي برضو بتاخد شربات تقيل، اما الكنافه اللي بالمكسرات ما بتاخدش شربات تقيل، بيكون الشربات اخف شويه او متوسط. تمام. المهم يا ولاد هفرد بقى كميه القشطه ديت زي ما انتم شايفين بالشكل ده. القشطه ديت لو يعني هتحط لها النشا زي ما بقول لك واللبن، وتحط لها معلقتين من كريم شانتيه، ولو حابه تحط لها كمان لبن بودر. كل ما تحط لها اضافات كل ما تكون غنيه وطعم القشطه ذات نفسها حلو. هبدا كده اني احط بقى طبقه الكنافه اللي بعد كده، وهغطي كل بقى القشطه زي ما انتم شايفينها دي، وابدا اطبطب. يعني خلاص بقى ما عادش بقى ايدك تتقل على الكنافه، لا طبطبي بس، طبطبي كده لغايه ما معاكي الكنافه كلها تكون متساويه وتمام. الشربات بتاعي زي ما قلت لكم عباره عن كوبايتين من السكر، عليهم نفس الكوبايتين من الميه، معلقه كبيره من عسل الجلوكوز وفانيليا، ونص ليمونه بالقشره بتاعتها بعد الغليان. تمام. وده بيكون ده مقدار ده كويس جدا انك تشربي بيه كل الكنافه. بس برضو في تكنيك لتشريب الكنافه، هو ايه؟ هتشوفي معايا شويه كده. اصبري بس وانا هقولك انا ازاي بشرب الكنافه الشربات، لان ايه، مش هي مش اي حاجه هي مش زيطه في الزيطه وخلاص. انزلي اضغطي لك وخليكي قاعده معايا في الفيديو، ما هو انت لسه هتفضلي قاعده معايا شويه. ايوه يا ست الكل كده، تسلم ايدك على اللايك الجميل ده. فانزلي النهارده الفيديو طويل شويه، بس الحقيقه يومي كان مليان، وبحب اجيب لكم كل حاجه علشان تكوني معايا في الصوره كده وكده. يعني دخلتها الفرن، بحطها على تحت على الصاجة. اول ما بتبدأ تتحمر حوافيها برفعها كده تحت الشواية. بتاخد في الفرن عبارة عن 20 دقيقة ل 25 دقيقة على حسب الفرن بتاعك، وبتكون بالشكل ده. دايما الوش ما بيبقاش الطف حاجة في الكنافة، وده حاجة طبيعية جدا. بعد كده انا هسقي الكنافة اول ما تطلع من الفرن، هبدأ اسقيها بالشكل ده.
تسقي سرطوب صغير او تسقي بحاجه مخرمه زي ما بيعملوا في المصانع، عشان تسقي كل مكان في قلب الكنافه بالشكل اللي انتوا شايفاه بالشكل ده. اما اخلص سقيان الكنافه لازم اكون سايبه نص كوبايه على الاقل او 3/4 كوبايه، علشان انا هقلب الكنافه دي وهرجع اسقيها مره تانية من تحت. مفيش حاجه اسمها الكنافه هتشرب من تحت ومن فوق وهي كده في الصينيه، لا، دايما هتلاقي حتت ما شربتش. فدايما نقلب الكنافه، واحلى حاجه في الشرق ان هو يتقلب. فهقلب الكنافه كده بالشكل ده على الصينيه دي، وهبدأ اني اسقي تاني الناحية اللي بعد كده اهو. قلبتها، هشيل بقى الصينية عشان الصينية سخنة. وشايفين اهو ما شاء الله يا جدعان، شايفين بقى اللون؟ هو ده بقى اللون الحقيقي بقى. انا هقول لكم الكنافه دي كانت خطيره خطيره، كل حاجه فيها كانت حلوه ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. فانا كنت عارفه ان هي تتقسم، عشان كده انا هقسمها معاكم. يعني انا لو كنت عارفه ان هي رايحه بحالها كده نفس الصينيه بحالها كنت سبتها بصينيتها بحالها، لكن انا عارفه ان هي تتقسم. وكمان كانت مطلعه لي طبق كده، فهي قالت لي قسميه وحطي فيه شويه في الطبق ده، فعشان كده هبدا اقسمه. كل الحتت اللي ما شربتش بالنص كوبايه من الشربات اللي انا كنت سايباها ده، شربات التقيل، هبدا اني احطها. شايفين بالشكل ده كده؟ شربت كل حاجه في الكنافه وكل حته كانت شرب. زي ما قلت لك المقدار ده بيخلي الطعم يعني مش مسكر، يعني طعم حطي كل الكميه عشان ما بتبقاش مسكره. عايزاها مسكره اكتر من كده فاعملي حسابك على 2.5 كوباية من السكر، مش كوبايتين بس، ده انت لو بتحبي الحاجه مسكره تمام. بس سكر كتير ملوش لازمه يا ولاد. المهم كده، ما شاء الله كانت عسل قوي. تعالي بقى اما اوريك، تعالي بقى الاستمتاع. تعالي اما اوريك الكنافه كده من قريب. ايوان ايوان يا ست الكل، لايك كده. تعالي بقى، تعالي اما نقطع الكنافه نشوفها بقى من جوه عامله ازاي. ده الطبق اللي انا بقول لكم عليه اللي احنا هنحط فيه اصلا الكنافه بتاعتنا. وجبت كده المقطع ده وهبدا اقطع بيه زي ما انتم شايفين كده، ونعبي بقى الطبق ده كله وننزل بقى لصاحبة الكنافة. واكيد ايه ما اقولكوش، خطيرة خطيرة خطيرة. شايفين بقى الكنافة العسل دي؟ شايفين القمر ده؟ شوفوا بقى من قريب. شوفي انني من ما اقولكوش فكرتنا بقى برمضان وايام رمضان والايام الحلوة دي. بس طبعا هو الحلو ده يتاكل صيف وشتاء. يعني شوية الكنافة كده اللي بالمهلبية دول او بالقشطه دول بيودوكي في حته تانية خالص. حتى لو قاعده على البحر بتكوني، انا على طول لما بروح البحر او اروح كده اكون عامله حسابي بقى، اكون عامله حسابي في حلو ومش عارفه ايه. باذن الله لينا خروجه، يعني لينا مروح بحر بقى ومش عارفه ايه، ولازم نجهز له. واقول لك انا بنعمل ايه وبنجهز ايه بقى اما نروح البحر والكلام ده كله. وهكون عامله لك ميزانيه حلوه قوي ان انت ازاي تبسطي عيالك وما تجيبيش اكل من بره وتعملي لهم كل اكلات المطاعم، وتروحي تتدلعوا بجد تتدلعوا. فاستنوا بقى الفيديوهات دي يا رب كده تبقى على خير السنه دي كده، ونشوف هنعمل ايه وهنروح ازاي. المهم بدات اني اشيل كل قطع الكنافه كده، والبقيت دول خلاص. يعني احنا كده ملينا ايه، ملينا يعني. شوفوا ده كده نص كيلو يعمل لنا يجي 2 كيلو كنافه. فاهميني؟ ابني يا ولا ابني الايد دي ايد ابني، اعمل فيهم ايه بس؟ مع اني شلت خرطة واديتها له من كتر اللي بعمله ده، بس برضو مفيش فايدة. هنا قلت لكريم تاخد، بس كريم ابني هو اللي مرضاش ابدا، قال لي لا ماما نزلها لعمته كده زي ما هي، فنزلتها لها بقى. اشوفكم بقى في فيديو جديد. انا الفيديو بتاعي كده خلاص النهارده كده خلص. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ومع الف سلامة. ما تنسيش لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، واشوفكم على خير ومع السلامة.